اختي حبيبتي وروح قلبي عازمه ولادها على الغدا، وطلبت مني اعمل لها اكلة السمك دي عشان هي ما بتعرفش تاكله غير من ايدي. قلت لها بس كده عينيا يا روح قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي جابت لي هنا 2 كيلو سمك زي ما انتوا شايفين كده، نضفتهم وخليتهم زي الفل، وعصرت عليهم ليمون وحطيت لهم دقيق وحطيتهم في المية لمدة ساعة كده عشان الزفارة يا جماعة. وحضرت التوابل بتاعة أكل النهاردة. جبت راس توم مهروسة ومعلقتين فلفل مهروسين حمر، حطهم في الفريزر، طلعت وحطيت وبقدونس وشبت وبصلة حلوة وبصلتين كده حلوين متقطعين، وجايبة جزرتين حلوين على قرنين فلفل كوبي وقطعتهم طرنشات، وعصرت زي 3 ليمونات وشلت قشرهم هحتاجه بردك، وجبت زيت وخل وكمون وشطة وكركم وكاري ومعلقتين صلصة عشان التتبيلة دي يا جماعة بتبقى تحفة. فأنا الحمد لله بعملها بطريقة حلوة قوي وبتطلع تحفة فعلا. بس يا حبايبي طبعا قبل ما نبتدوا هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا قلبي نبتدي واقول لك الطريقة نبتديها ازاي. طبعا انا جبت هنا السمك زي ما انت شايفاه كده. همسك السمكاية واشقها من الظهر كده شقتين. انا مش عايزة غير جنب واحد، الجنب التاني ده هسيبه زي ما هو. انا شقيت الشقتين اهو. زي ما انت شايفة كده يا قلبي، وهكمل 2 كيلو بنفس الطريقة. هجيب بقى الخليط بتاع التتبيلة، هنزل بالثوم اللي انا هرساه، وهنزل كمان بالفلفل الاحمر المفروم. ده الفلفل حسب الرغبة يعني، انا بحب الاكل بصراحة يبقى متحرش. وهنا اهو البقدونس على الشبت، وهنزل بردك بالبصلة ولا البصلتين اللي انا مقطعاهم، وكمان هنزل بقى بالكمون، وهنزل بحبة الشطة، وهنا حبة كزبرة ناشفين برضو، وهنا نص الليمون اللي انا عصراه، وزي معلقة خل وحبة الزيت، وهنزل طبعا بحبة ملح. هقلب التتبيلة دي، مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، تحفة، ريحتها حلوة جدا وبتخلي السمك بيبقى زي العسل، وهتوفري لا قلي ولا مصروف شوي. زي ما انت شايفة كده التتبيلة جهزت. هنزل بمعلقة الكركم والكاري كمان، وهقلبهم. طبعا زي ما بقول لكم كده اكلة السمك دي بتوفر عليكي في الزيت لو قليتي، او في مصروف الشوي لو شويتي. هجيب بقى السمك امسكه اتبله كده واحشيه كويس، ومن عند الراس بردك احشيه كويس. قلب السمكة كده يبقى مليان بالحشو كده،
وتيجي بقى من بره الشقتين اللي انا عملتهم في السمكة بردك هحشيهم كده زي ما انت شايفة، واتبل السمكية كده من بره. اعمل الكمية كده بنفس الطريقة. زي ما انت شايفة كده يا قلبي. هتاخدي حبة سمك بالتتبيلة دي تحفة. انا كده هنا خلاص تبلت السمك. هاخد بقية التتبيلة دي يا حبيبتي، هجيب حاجة كده انزل بالتتبيلة فيها، واجيب الخلطة القمر بقى اللي هي الجزر والفلفل والليمون اللي انا مقطعاها دي طرنشات. احلى حبة جزر هتاخديها في الاكلة دي، عايزة اقولك هتبقى احلى من السمك نفسه. بصي يا قلبي، قلبتهم في قلب بعضيهم كده. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. اجيب بقى يا قلبي الصينية. طبعا انا هنا الصينية يا دوبك هتاخد 3 وحدات سمك. انا عايزة ما بين كل سمكة وسمكة يعني مسافة كده شوية، مش عايزاهم يبقوا ماسكين في بعض. فهنا انا هجزهم على صينيتين. هنا الصينية الاولى زي ما انت شايفة كده. بص انا هنا ايه، حطيتهم على الناحية اللي مش مشقوقة، لا هعدلها واحطها بقى ايه عايزاها على الوش اللي انا شقاه. زي ما انت شايفة كده يا روحي. هجيب بقى معلقة صلصة هدهن الوش بيها. هنا الصلصة بتساعد ان السمكية بردك تتحمر معايا وشها يتحمر. زي ما انت شايفة كده يا قلبي. الصينية كده خلصت. بعد ما دهنت الصلصة هنزل عليها بردك برشة ايه زيت، وبردك انزل بعصرة ليمون كده. الليمون هنا بيمنع الزفارة طبعا انتوا عارفين. وكده هي جاهزة ان هي تخش الفرن. الصينية التانية بردك هعمل نفس الطريقة. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. هحطهم بردك كده. السمك هنا يعني يبقى كبير شوية يا جماعة، ميبقاش رفيع، يعني حجمه يبقى حلو كده عشان لما يخش الفرن ما ينشفش. هحط له بردك الصلصة. هنا حطيت الزيت الاول مش هتفرق، وبعد كده هدهنه بردك بالصلصة زي ما دهنت الصينية اللي قبلها. الله على الجمال. انتي بقى وشطارتك بقى وخدمتك في الاكل. لازم تخدمي الاكل عشان يطلع نكهته حلوة كده وتحطي نفسك الجميل فيها. وهنا بردك عصرة الليمون كده تمام. وهنا الصينيتين جهزوا وبقوا زي الفل كده. هندخلهم في الفرن لمدة نص ساعة في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. وقبل ما تطلع احطها بردك تحت الشواية لغاية ما الوش ما يحمر. واعذروني معلش مقطع التسوية شكله اتمسح غصب عني. فانا طبعا هنا هدخلهم الفرن وزي ما قلت لكم هيطلعوا متحمرين وزي الفل وبالهنا والشفا. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.